السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير. مصير القمة أو مصير الديربي هيتلعب ولا مش هيتلعب؟ في حكام أجانب ولا مفيش حكام أجانب؟ الخلاصة إن في خناقة دلوقتي بين أحمد مجاهد، للأسف هو مش عارف ليه لسه متواجد حتى الآن في اتحاد الكرة، وبين أحمد دياب رئيس الرابطة. كان الناس مستنية إن الزمالك يرسل خطاب لاتحاد الكرة أو للرابطة يطلب فيه حكام أجانب، ولكن الزمالك قال لك يا باشا وفر ال 70,000 دولار لبيسيرو ومفيش أي مشكلة، اللي عاوز يجيب حكام أجانب يجيب. الأهلي عاوز حكام أجانب يطلب حكام أجانب. الرابطة كابتن حسين لبيب اتواصل معاها ومع اتحاد الكره وقال لهم هاتوا حكام اجانب وانتوا بقى تحملوا التكاليف، لان الزمالك عنده اعباء ماليه فمش هيقدر يتحمل 70,000 دولار في الوقت الحالي. الزمالك عاوز حكام اجانب، الزمالك عاوز حكام اجانب، ولكن الزمالك ما فيش فيه فلوس ان هو يدفع للحكام الاجانب. عشان الناس اللي بتقول لك ان الزمالك مش عاوز تحكيم اجنبي عشان التحكيم المصري بيكسب الزمالك، واللجان اللي شغاله من امبارح ان التحكيم المصري ده بيكسب الزمالك، لو انت جيت بصيت في الدوري اللي هو الفجر التحكيمي بس السنه دي الاهلي كسبان اكتر من 10 12 نقطه بالتحكيم المصري. ماتش زد الاهلي تعادل كسب، ماتش الاتحاد نفس الحكايه، ماتش اسمه الجونه، ماتش المصري، ماتش فاركو، ماتش بيراميدز، في فضيحه تحكيميه، طرد وضربه جزاء غير مستحقه، كلكم شفتوا ده يعني على عينك يا تاجر. فاللجان امبارح شغاله بتروج ان الزمالك ما ضربش حكام اجانب، يعني عشان الزمالك بيحب التحكيم المصري وبيكسب مع التحكيم المصري، ولكن انا باكد لك ان الزمالك ما طلبش حكام اجانب عشان ما فيش فلوس. وكابتن حسين لبيب بنفسه تواصل مع الرابطه وتواصل مع اتحاد الكوره عشان يطلبوا حكام اجانب، لان هو ما فيش فلوس. قال لهم انتوا بقى ايه، تحملوا التكلفه ايه فيما بينكم. عشان كده في خناقه بين احمد مجاهد الاهلاوي اللي هو بيعين حكام بالمزاج. احمد مجاهد عاوز يجيب حكام مصريين للقمه. احمد مجاهد ده اهلاوي اكتر من الخطيب نفسه. احمد مجاهد اللي وقف شيكابالا 8 ماتشات عشان قال له انت اهلاوي. احمد مجاهد اللي كان بيجيب لك حكام ملاكي. احمد مجاهد اللي بيجيب حكام والحكام بتنزل في ماتشات الاهلي بتخلص، كلنا شفنا. فاحمد مجاهد والاهلي النهارده طلع بيان يا عيني بيطالب بحكام اجانب قبل الماتش ب 24 ساعه. عشان كده القمه في تهديد ان هي تقام في ميعادها. في اصوات داخل الرابطه في الوقت الحالي بتردد اصوات ان احنا ممكن ناجل الجوله بالكامل، مش ماتش القمه بس، لان الماتش ده اتحشر كده في النص عشان يأذي الزمالك بين ماتش فيوتشر وبين ماتش سموحه. عشان كده في كلام ممكن يطلع خلال الساعات اللي جايه. ممكن الوقت اللي انا اكلمك فيه دلوقتي وقت تسجيل الفيديو ده الرابطه بتفكر ان هي تاجل الجوله بالكامل بجديه عشان ما فيش حكام اجانب تحكم ماتش القمه، رغم ان الرابطه طلبت من اتحاد الكره ان هو يوفر حكام اجانب، ولكن احمد مجاهد متمسك حتى الان بحكام مصريين. من الحكام المصريين محمد بسيوني حكم الساحه، واحمد الغندور حكم الفار. احمد الغندور حكم الفار. هم دلوقتي بيحاولوا مع احمد الغندور ان هو ما يسافرش تونس عشان يكون حكم الفار في ماتش الزمالك والاهلي بكره. ليه احمد الغندور؟ لان احمد الغندور هو كان حكم الفار في ماتش السوبر المصري، ماتش نهائي السوبر المصري في الامارات بين الزمالك والاهلي. مين كان حكم الفار؟ احمد الغندور، اللي لغى الهدف بتاع الجزيري اللي كان فيه شك ان هو اصلا ممكن ما يكونش اوفسايد، وكمان كان فيه طرد مستحق مليون في المية باراء كل التحكيم بعد الماتش. في نفس الماتش ده ما انطردش. فسبحان الله احمد الغندور ما بيشوفش اكرم توفيق ولا شاف الخطوط اللي اتعملت بالفار اتعمل بالمزاج. فعشان كده احمد الغندور احمد مجاهد بيحاول معاه دلوقتي ان هو يكون حكم الفار. دي فضايح تحكيميه وفضايح يعني عار على الكره المصريه ان في واحد زي احمد مجاهد هو اللي يكون متحكم في كل حاجه رغم كل البؤس اللي انت فيه. فعشان كده القمه مهدده، ممكن تقام وممكن ما تقامش. حتى الان في اصوات بتردد ان احنا لازم ناجل الجوله بالكامل عشان لازم يكون في حكام اجانب، لان اي حكم مصري هيجي بكره سواء بقى غلط عند الاهلي غلط عند الزمالك هتبقى معجنه، وهتبقى بص الحكم اللي هيخطأ بكره سواء بقى مصري او غيره فعليه العوض، تبقى ممكن تبقى نهايه الحكم. فعشان كده الناس خايفه ان هي تجيب حكم مصري، والرابطه بتطالب بحكام اجانب. اتحاد الكره كان قال لهم ان احنا متفقين مع حكم اجنبي ومستنيين ان الزمالك يحول الفلوس او الاهلي يطلب او اي حد يكلمنا. النهارده احمد دياب في خناقه بينه وبين احمد مجاهد. اتحاد الكره رافض تدخل الرابطه لان الرابطه ما خدتش اذنها وهي بتحط ماتش الزمالك والاهلي. في خناقه بين احمد دياب وبين اللي هو احمد مجاهد، وفي معجنه. دي الكره المصريه للاسف عشان تبقى موجود معانا، هي دي الكره المصريه زي ما انتم شايفين، كل حاجه في خدمه الناموس. هل الماتش هيقام؟ ده في حاله بقى ان الاهلي مصمم ان الماتش يقام. ممكن لو الاهلي عاوز الماتش يتاجل ممكن الماتش يتاجل، لان كل حاجه بتمشي في المنظومه دي بتبقى براي الاهلي. هنرجع للاهلي، ايه رايك يا اهلي؟ عاوز حكام اجانب هنجيب لك الحكام اللي انت عاوزهم. عاوز مين؟ عاوز احمد الغندور على الفار هنجيب لك احمد الغندور على الفار. عاوز مثلا نجيب لك امين عمر ممكن نجيب لك امين عمر. المهم ان انت ترضى يا اهلي بس تلعب الماتش. لو الاهلي تمسك بإقامة الماتش او الاهلي مثلا طلب تأجيل المباراة ممكن المباراة تتأجل، لان الماتش صعب. الماتش صعب جدا على الفريقين.
لو الزمالك كسب فالزمالك هيكسب، هيبقى قرب من الاهلي وممكن يبقى في تنافس على المركز الثاني. لو الزمالك خسر فالاهلي هيبقى لسه في المنافسه مع بيراميدز على الدوري، وهيبقى الزمالك على المنافسه. لو الزمالك تعادل مع الاهلي فالزمالك هيعطل الاهلي وهيضيع منه نقطتين، فالماتش صعب. الماتش صعب، خصوصا ان الاهلي عنده الماتش الثاني مع بيراميدز. فالاهلي لو خسر من الزمالك مثلا او تعادل مع الزمالك ولعب بعد كده مع بيراميدز، فده هيأثر على مستوى الاهلي، وممكن الاهلي يخسر من بيراميدز، فبيراميدز يبقى كده ايه فرق 6 نقاط او اكتر عن الاهلي، فالموضوع هيكون صعب جدا على الاهلي، فالدوري هينتهي بدري. فعشان كده ممكن القمه يتم تاجيلها خلال الساعات اللي جايه، ممكن النهارده يطلع قرار، انما حتى الان القمه بحكام مصريين للاسف. والحكم اللي جاي بكره هيبقى فيه ضغط جماهيري غير طبيعي، لان الجمهورين الفريقين هيكونوا موجودين في الملعب. جمهور الزمالك هيكون متواجد وهيعمل ملحمه كالعاده، وفي سفافير وفي دنيا، والرابطه بتجهز لدخله تاريخيه. وفي الناحيه الثانيه جمهور الاهلي هيكون متواجد، ففي ضغط من هنا ومن هنا، وفي شتيمه من هنا ومن هنا، فالحكم هيكون تحت ضغط تحت اي قرار. ممكن يبقى في اوت ركنيه الدنيا تتخانق عليها والقيامه تقوم عليها، ويبقى في بكره. فعشان كده كان لازم وجود حكام اجانب. يا زمالك ما معهوش فلوس، بتوع الزيتون يتحملوا. الناس عندكم فلوس كتير والمطبعه بتطبع في النادي، مش عارفه بتجيب الدولارات دي منين، فتحملوا انتوا او اتحاد الكره والرابطه يقسموا ما بينهم كده ويجيبوا حكام اجانب. عشان كده الرابطه طلبت من اتحاد الكره ان هو يجيب حكام اجانب، اتحاد الكره رافض. وانا مش عارف ايه العبث اللي بيحصل في الكره المصريه. لا احمد مجاهد هيفضل يتحكم في الكره المصريه لامتى انا ما اعرفش، لكن نتمنى بس ان الزمالك ياخد حقه، ونتمنى ان الزمالك ما يجيش له حكم مصري يبوظ الماتش او مثلا يذبح الزمالك. نتمنى ان يكون لنا وقفه، نتمنى مثلا ان احنا نشوف ان بيان الاهلي المضحك. انت كزمالكاوي ما تفكرش ان الاهلي عاوز حكام اجانب ولا حاجه، ده الاهلي بس بيضغط على التحكيم المصري عشان لما الحكم المصري اللي يجي بكره يعني يبقى نازل خايف من بيان الاهلي، وان الاهلي ما كانش عاوز حكام مصريين، فعشان يرضي الاهلي وان احنا جامدين يا اهلي فيظلم الزمالك. نفس اللي حصل في السوبر المصري بالظبط. الاهلي قبل السوبر المصري قال لك انا عاوز حكام اجانب، وسبحان الله الاهلي لما لقى محمود معروف هو حكم النهائي الاهلي اعترض وقال لك لا يا باشا مش هينفع، فجابوا له مين؟ امين عمر الاهلاوي ابن الاهلاوي. عشان كده الماتش بتاع بكره متوقف على كلمه من الاهلي. لو الاهلي عاوز الماتش يتلعب بمصريين هيتلعب بمصريين، لو الاهلي رفض وتمسك بحكام اجانب فانا بقول لك ان الماتش ده هيتم تاجيله، وده اللي احنا هنشوفه خلال الساعات اللي جايه. نتمنى بقى احنا كاداره نادي الزمالك يكون لنا واقفه. من رايي ان يتم تاجيل الماتش ونشوف حل للعبث اللي بيحصل، وبعد كده بقى يتم تسكين الماتش ده او الجوله كلها، لان الكلام اللي الرابطه هتاجل الجوله بالكامل عشان مثلا ما يكونش في ظلم للبيراميدز او لاي نادي تاني، بما ان لقاء القمه ممكن يتاجل فالجوله كلها بالكامل هتتاجل. لان الجوله اصلا لما اتحطت كده ايه يعني بالذكاء الاصطناعي او بالفساد الاصطناعي، مش اتحطت مثلا بناس بعقل، لا اتحطت كده او اتسكنت كده ايه واحد هو اللي حطها بايده. ده مستحيل يكون في ذكاء اصطناعي او يكون في ذكاء اصطناعي عارف ان الاهلي عنده كاس عالم للانديه في اخر جوله، فالاهلي بيتمنع من اخر جوله. يعني الاهلي اصلا مش بيشارك في اخر جوله، فتخيل الذكاء الاصطناعي سبحان الله عارف ان الاهلي هيروح كاس العالم للانديه فاستبعد الاهلي من الجوله الاخيره. ده يا سيدي الكره المصريه للاسف بتدار بالشكل العشوائي بالشكل العبثي اللي انت بتشوفه ده، وعاوز مستني مثلا ان كل واحد ياخد حقه ولا مستني الزمالك ياخد حقه. لا مفيش حق، هو الحق كلنا لازم نخدم نادي واحد، كلنا لازم نطاطي عشان نادي واحد اللي هو الناموس. فالنهارده من رايي ان يتم تاجيل الماتش ونشوف بقى حل بعد كده، يتم بقى ايه ترحيله لاي مكان، ونجيب بقى بعد كده حكام اجانب للماتش. لان ماتش الزمالك والاهلي ماتش مهم، الزمالك عنده فرصه ان هو ينافس على المركز الثاني. الماتش مهم جدا لنادي الزمالك، الماتش صعب على الاهلي. لو الزمالك كسب الاهلي فهدخل الاهلي في مشاكل كتيره جدا، منها ان كولر جمهور الاهلي نفسه هيشك في كولر. يعني جمهور الاهلي نفسه اصلا دلوقتي بيهاجم كولر وبيقول عليه انه جبان وبيخاف من الزمالك، والزمالك اي فرقه تكسبها. فالنهارده جمهور الاهلي مستني ان الزمالك يخسر بكره 3 عشان يبقى كولر افضل مدرب. لو الزمالك بكره تعادل او كسب الاهلي انا بقول لك جمهور الاهلي هيقطع في كولر تقطيع كبير جدا، وده هياثر على الدوري، لان الماتش اللي بعده هيكون ماتش بيراميدز. فالزمالك عنده فرصه، عنده فرصه. الماتش صعب جدا على الفريقين، فعشان كده ممكن الحكم المصري ده يجي لما يكون في مثلا ايه ماتش تحصيل حاصل، ماتش في نهايه الدوري، ماتش في بدايه الدوري. انما ماتش في وقت مهم زي ده فاي فرقه هتتظلم مثلا او هيكون في خطا تحكيمي ضدها هتاثر على مستوى الفرقه وهتاثر على مستوى المنافسه، وهيبقى في هجوم شرس سواء بقى جمهور الزمالك او جمهور الاهلي. فعشان كده نتمنى ان يتم تاجيل الماتش وكلنا نرتاح من القصه دي لحد بقى ما نشوف هنجيب حكام اجانب ولا مش هنجيبه. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اشوفكم على خير، سلام.